رحيم، أخبار جيدة من شرق أوروبا. الأوكرانيين أخيرا يتنفسون الصعداء ولو لفترة مؤقتة. توقف عمليات القصف. ما الذي حدث؟ تعال أحكي لك. بطلب مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف استهداف المدن بما فيها العاصمة كييف. بوتين وافق على إيقاف عمليات القصف لمدة أسبوع واحد. الاثنين هذول بيباصوا البعض، واحد يمرر والثاني يشوت. ولكن في كل الأحوال أنا عن جد سعيد جدا للشعب الأوكراني، للمدنيين ياخذوا نفسهم شوية. ترامب أعلن قبل قليل خلال اجتماع جمع كبار المسؤولين الأمريكيين بينهم وزيرات الدفاع والخارجية أن بوتين وافق على وقف قصف كييف والمدن الأوكرانية لمدة أسبوع بسبب موجة الصقيع والبرد الشديد. وهذا كانت بادرة رائعة. وفي الحقيقة ليس هذا الخبر العاجل وحده، لأن ترامب كذلك أعلن فتح المجال الجوي الفنزويلي، ولكن هذا موضوع آخر. بعدين في ليلة كبيرة على فكرة بتحصل في فنزويلا، ونائبة الرئيس مادورو الآن خلاص بتتعاطى وبتتعامل مع الجانب الأمريكي، ولكن هذا موضوع آخر.